يا نهار اسود احمد، انا عايز ابني دلوقتي حالا. ايه ده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ احلى شبيحه في الدنيا. فانت تعيط وتقول واق بغز الشر ده بغز حراق. قبل ما نبدا الفيديو كده عايزين نحط كام كومنت من الناس الجميله اللي حطوا لنا كومنتات الفيديو اللي فات في الفيديو ده، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كل الناس اللي هتعمل كومنتات تحت هيكون الكومنتات بتاعتها بتطلع معانا في الفيديوهات. يلا بينا نشوف احلى كومنتات اتحط لنا في الفيديو اللي فات. يلا بينا. طبعا ما تاخرتش عليكم اهو، تاني يوم بتاني فيديو على طول. يبقى مسهل كده يا رب ايه نستمر مع بعض كل يوم فيديو كل يوم فيديو، فربنا يستر وان شاء الله ما نبطلش. والسنه دي ان شاء الله هيكون اكبر سنه نعمل فيها كميه فيديوهات. قبل ما نبدا الفيديو كده بس انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب في القناه، يعني اشتراك، يعني فعل زرار الجرس، يعني اقلب العلامه الحمراء دي لرمادي. انت مستني ايه يا زميلي؟ ده هي ضغطه واحده مش هتخسرك حاجه، ضغطه كده بص كده انت خلاص اشتركت في القناه وفعلت زرار الجرس عشان نشوف مع بعض الفيديوهات اللي جايه. والفيديوهات كلها حماس وضرب نار يا زميلي. ايوه ضرب نار زي شاور، عشان الفيديو النهارده عن شاور ظهر له غوريلا غريبه. هي مش غوريلا غريبه ولا حاجه، ده غوريلا طالعه ترند جديد وكله بيجيبها في الافراح والافتتاحات، بس ما نعرفش مين اللي بيهزر معاه ولا هو بيعمل علينا ترند جديد. كلنا عارفين من زمان من ايام الفيديوهات القديمه ان شاور بيعمل علينا ترندات والكلام ده كله، بس احنا مش عايزين نفكس الموضوع ده. بس الموضوع النهارده يعني هو عمل فيديوهين، وفي فيديو التاني لسه نازل من ساعه بالظبط، انا كنت مستنيه ينزل برده عشان الفيديو الاولاني ما فيهوش دليل ولا فيه اي حاجه، فالفيديو التاني ظهر لنا فيه حاجات بسيطه ونقدر نتكلم عليها. طبعا كلنا شفنا الفيديو الاولاني عن عمر شاور لما الغوريلا ظهرت له قدام البيت. مش عارف، حاسه مرعوب من حاجه مش عارف. ايوه زي ما انتوا شفتوا كده لما كان نازل بالقرد والغوريلا ظهرت له قدام البيت واستغرب وخاف منها والكلام ده كله، وهي مشيت وسابت له منديل مكتوب عليه عز. شفت حاجه زيها مكتوبه فوق البيت. يا نهار اسود، ممكن يكون عايز يتخطى. عز ده طبعا ابن ابو عز اللي هو ابن احمد، فحصل حاجات غريبه. هو قلق وكلم احمد، لقى ان احمد ومراته خارجين وسايبين الطفل اللي عنده سنتين في البيت لوحده. دي حاجه غريبه قوي ومحدش بيعملها في حياته، بس هم طلعوا سايبينه في البيت لوحده. المهم رجعوا مع بعض ورجعوا البيت ولقوا المنظر ده. بقى هزر في عز كده. ايوه انت حاطه في المراحمره يا ماما. انت بقى انا كنت حاطه بس الاقي الدكتور هو معايا الشغل نفس الحاجه دي بقى لقيتها عندنا تحت البيت عندي. كائن ده البني ادم ده ولا الحيوان ده تحت البيت عندي. هو انتوا بتتناقشوا في ايه؟ انا ايه؟ واخد انا ابني فين يا ابني فين؟ واشرب يا عم والله العظيم ماليش فيه. عامل ضغط حد لي. روح هاتوا يا عم يا عم، روح هاتوا يا عم، معلش اكتبوا ليه. روح هاتوا يا عم، روح هاتوا يا عم. مش عارف، حاسس ان واحد صور، حاسس ان ده صح. وانا برضه اللي بصوره هو انا موديه فين وبعمل فيه ايه، ما اعرفش، انا مش فاهم. بعد ما رجعوا البيت ولقوا المنظر ده، لقوا ان عز اتخطف من الغوريلا، ولقوا في الكاميرات ان الغوريلا دخلت وكسرت الباب وخطفت عز ومشي. فحصل حوار ما بين احمد وشاور وقالوا ان هو شاور اللي خطف الواد وهو اللي بيعمل المقالب دي، وقعد يزعله وقعد يقول له روح هات لي الواد ماليش دعوه. وطبعا شاور نزل وقعد يروح اماكن مخيفه كده ومرعبه وما فيهاش ناس ومهجوره، وفجاه في اخر الفيديو يعني زي ما هو اكتشف حاجه بس ما بينهاش في اخر الفيديو، قال الفيديو يتبع زي ما انتوا شايفين كده. انا على ما اعتقد يا اما هو هيكون هنا، يا اما هو هيكون هنا في الحته دي، يا اما هيكون في البلد اللي هناك اللي هي من ورا اللي باين بيوت حوار هو هناك خالص. انا هحاول ان انا يعني اتعمق في المكان ده لحد ما اشوف كده ايه اللي فيه. ربنا يستر ان شاء الله باذن الله لحد ما اوصل لحد البيوت دي، اسال بقى حد او اشوف كاميرات تاني او اشوف هنعمل ايه هناك اول ما نوصل هناك. يعني اشوف اقرب بيت هبتدي اصور تاني عنه. بص يا جماعه كده ابتدينا نخش على بيوت، في بيوت هنا بس بيوت كلها طبعا زي مش شايفين مناظرها اصلا. بيوت بتبتدي ايه تعمل بعضها. ان شاء الله باذن الله ربنا يسترها معانا ونروح محظوظ النهارده ان شاء الله ايه بخير باذن الله. ايه ده؟
تعالوا بقى نشوف مع بعض الفيديو التاني اللي لسه نازل النهارده، ونشوف تفاصيله ونشوف ايه اللي حصل بالظبط، يعني ازاي رجع الواد وازاي عرف ياخد الواد من الغوريلا زي ما هو كاتب في العنوان بتاع الفيديو وحاطط صوره الفيديو ان هو لقى الطفل وجابه يعني من بيت الغوريلا والكلام ده. تعالوا نشوفه مع بعض كده. احمد انت فين؟ ايه الشغل ده؟ مش فاهم. دي كلها الحاجات اللي كانت في الجزء الاولاني اللي احنا حكيناها، فاحنا هنتخطاها ونشوف من اول الفيديو ايه اللي حصل بالظبط. المفروض انا كنت واقفه على سطح بيت، فده البيت مهجور جنب، فدخلت دلوقتي هحاول ان انا اطلع من البيت اللي جنب البيت اللي هي فيه، البيت مفيهوش حد ساكن، البيت لسه بيت. انا حاسس ان هو واخد الفكره دي من فيلم الغوريلا. لو تعرفوا فيلم الغوريلا اللي كانت خاطفه البنت وكانت مخليها الناس ما تعرفش تجيبها، واخد الفكره منها، عايز يعمل حاجه يعني حاجه غريبه جديده كده، ترند جديد ولا حاجه. الفكره مفكوسه قوي، بس لا اما حد بيعمل فيه مقلب لا اما هو بيعمل فينا احنا مقلب زي ما بنتكلم في كل فيديو، عشان برضه ما نظلمهوش ولا نظلم نفسينا. هو مين اللي لابسها ولا ايه الكائن ده؟ حد ايه؟ حد تحت؟ طبعا زي ما انتم شايفين طول ما هو طالع عمال يسمع اصوات غريبه، انا مش فاهم هو طالع بيت شبح ولا طالع بيت غوريلا. ده مش عفريت حضرتك، دي غوريلا. ما علينا يعني، يلا نقدم الكلام ده كله ونشوف هياخد الواد ازاي. هنا طبعا شاف الغوريلا نازله على السلم. يا اسطى مفيش غوريلا كده، يا اسطى مفيش غوريلا كده، الغوريلا ما بتمشيش كده، الغوريلا ما بتمشيش كده خالص عامه يعني. بس هنحاول نصدق وان دي غوريلا ونحاول نكمل الفيديو للاخر، يعني خلاص دي غوريلا وخطفت الواد الصغير وعايزين نجيبه منها. تمام. هنا طبعا دخل على الغوريلا لقاها نايمه، لحقت تنام في ال3 ثواني اللي هو نزل فيهم، والواد نايم في حضنها. تمام. بس في حاجه غريبه هنا، حاجه مفكوسه او مش عارف بقى البيت ده بتاعهم ولا لا. بس الكور دي يعني كنت تعملها في اوضه تانية من بعيد عن الكور دي كشفت لنا حقيقه شويه. الكور دي انا شفتها معاك في انهي فيديو قبل كده يا شباب؟ انا لو لقيته هتلاقوني حطيته في الفلاش باك عامه يعني، لو ما لقيتوش يبقى ممكن يكون قديم شويه او انا كسلت اجيبه. بس طبعا كلنا عارفين ان شاور كان عامل فيديو بالكور اللي محطوطه جنب الغوريلا. الكور دي بتاعت شاور، وكان عامل بيها فيديو في حمام سباحه قبل كده وفي عربيه قبل كده، وعامل بيها فيديوهات كتير قوي. الكور دي بتاعت عمر شاور عامه يعني. هنا الحمد لله تمت العمليه بنجاح وخطف الواد من الغوريلا وهرب. برافو عليك يا شاو، برافو عليك. بس طبعا الفيديو ما خلصش على كده، وفي حاجه تانية حصلت في الاخر. خلونا نشوف ايه اللي حصل في الاخر وايه اللي حصل بعد لما عز رجع لابوه، ونرجع لكم تاني. يلا بينا. هو اللي جاب فين؟ مش هتصدقني لو قلت لك كان في حضن زي ما انتم شفتوا طبعا الغوريلا كاميرات المراقبه بتاعت الشارع اللي هي محطوطه يعتبر على رصيف الشارع او فوق عربيه شارع، الله اعلم، ممكن تكون كاميرا مراقبه فعلا برضه عشان ما علينا. جايبه ان الغوريلا صحيت وهاجت وراحت على بيت بتاع شاور. فيلا بقى نشوف اخر الفيديو وايه اللي حصل. هم هنا طبعا قعدوا يتخانقوا هو واحمد شاور، واحمد شاور كان مفكر هو اللي خطفه وهيطردوا من البيت من الاخر يعني. فاكيد انتوا كلكم شفتوا الحته دي، فخلونا نشوف النهايه ونشوف هل مين هو الغوريلا دي، وعايزين نعرف مين اللي عامل الموضوع ده. في القلب في اللي جاي من عندنا ده. انت كنت فين؟ انا كنت فين؟ كنت عند احمد. انت كنت فين؟ ما تصور وعايز بس خلص. طب ما تطلع عشان بس في ناس مستنيك بالله. انت والله في ناس مستنينا. مين مستنيك دلوقتي؟ في واحد والله واقف على الطيران يا ابني. ده الدنيا متأخرة خالص يعني. الساعة دلوقتي مش عارف 3 4 الفجر كده. 3 ما هو في حد اوردر جاي لي اكل، اوردر جاي الساعة 3 الفجر.
جالك اوردر الساعه 3 الفجر، طالب ايه؟ ايوه طالب ايه؟ وكريب طلعنا على الاوضه كده مع حد معاك يا رمسيس. ده بتعمل ايه بس؟ والله لسه كنت واخد اكل وقاعد مع واحد زميلي ورا، واحد زميلك ورا؟ والله ورا فين؟ كنت ولفت هنا وواحد زميلي ورا انا زي كان الشارع مقفول. بس الشارع ده اديك موسيقى يا جدع. ايه؟ بص يا اسطى شكله واحد صاحبي هو عشان بس اللون ده بس. والله بس يا صحابي عليك الناصر تيجي فيها عمر ماشي يا طاسة. طبعا زي ما انتوا شفتوا هو لقى طازه طالع من الشارع بتاعه وراكب الموتوسيكل بتاعه وعمال يحور في الكلام وعمال شويه كان بيقول له انا كنت جاي من عند ناس من ورا، وشويه يقول له اصل انا رايح اطلب دليفري، وشويه مش عارف ايه. وكمان لو لاحظتوا اصلا في الحته اللي جايه دي بصوا ازاي الراجل يجي من وراك وانت حاسه بيحور كلام مش مقنع 100%. عمر شاور بعد كده لما سابه ومشي ورجع لقى ان الحته اصلا ما تعديش موتوسيكل، ان العربيات قافله الشارع. فهل طازه كان بيعمل ايه عند بيت عمر؟ فممكن تتخيلوا ان فعلا طازه هو اللي بيعمل المقلب ده. لو انتم مشاكين في طازه زي ما انا شاكك فيه اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اصلا انا بقفل الباب بالمفتاح لان بابا وماما مش موجودين، عشان كده بقفل الحمد لله الباب بالمفتاح. طلع اي حاجه والحمد لله كنت حاسس. يا نهار اسود. طبعا ودي نهايه الفيديو. هو طلع الشقه فوق لقى الباب بتاع البيت مقفول تكتين زي ما هو قافله، وانا مش عارف ازاي الغوريلا فتحته ولا اصلا لو في حاجه جوه ازاي حصلت. وبس باب العماره كان مفتوح طبعا، وطلع لا في حاجه حصلت وما بينلاش ايه هي. والفيديو خلص على كده. منتظرين بقى بعد 3 4 ايام ينزل لنا الجزء الثاني يعرفنا ايه اللي حصل في الاستوديو عنده. فبس كده يكون الفيديو خلص. ويا ترى مين هو الغوريلا؟ هل فعلا طازه زي ما انا شاكك فيه ولا مش طازه، ولا عمر بيعمل فينا مقلب، ولا ايه بالظبط، ولا ايه القصه اللي جايه، ولا ايه الفيديو اللي جاي؟ فهنكتشف ده كله مع بعض في الفيديو الجاي اول لما ينزل. طب وكون كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبك. ما تنساش تعمل كومنت برايك، وكومنت تكون انت شاكك فيه مين هو الغوريلا عشان نطلعه معانا الفيديو الجاي. وتنساش طبعا لو انت وصلت معانا للنهايه اعمل سبسكرايب في القناه يا زميلي عشان احبك وخليك سالك. انت هتقلب العلامه الحمراء دي لرمادي وتدوس على علامه الجرس عشان لما انزل فيديوهات تجيلك. بس كده انا احبك والله العظيم، وهديك شوكولاته لو عملت كده. اشوفك الفيديو الجاي. سلام. برضو مش هتوقفوني، بسكونوا تسيبوني من دماغكم شيلوني. اسأل صاحبك يسأله، تيجي قدامي تفشلوا. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني. ربك بيريد، حب الناس بيزيد، شكلك ما جيتش